السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى يا ولاد هنعمل كيكة بالشوكولاتة. تمام. هنا انا عملت الصوص بتاع الشوكولاتة. كوباية الاول من اللبن، كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو، وعليها كوباية الا ربع من الزيت. تمام. وبعد كده خدت كوباية مليانة من الصوص ده ركنته على جنب، وبقيت بقيت الخليط بتاعي سبته في الخلاط. احنا هنعمل كيكه اللي هي بالشوكولاته في الخلاط، سهله جدا جدا، وبيضتين اتنين. وبعد كده بقيت الخليط ضفت عليه بيضتين اتنين ورشه فانيليا وشويه معلقه من الخل. تمام. هنا انا هحط بقى المعيار بتاعي كوبايه من الدقيق، عليها ظرف من البيكنج باودر، وعليها يعني ذره صغيره كده من الملح. تمام. هنا انا ضفت كله على بعضه. وبعد خلاص ما ضفت الدقيق وكده انا خدته. طبعا لازم تنخلي الدقيق مره مرتين ثلاثه، ده بيساعد ان الكيكه بتاعتك تطلع هشه وجميله، مع ان معموله بيضتين اتنين وكوبايه دقيق واحده، بس هتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله هشه وجميله جدا جدا لو مشيتي على الخطوات والوصفات دي. تمام. وبعد كده قلبت بالمضرب اليدوي بتاعي. بعد ما خلصناه فضيت الخليط والدقيق على بعضه وقلبناه بالمضرب كويس. طبعا الفرن بتاعي لازم يكون متسخن، وانا بقلب كده لازم الفرن طبعا يكون متسخن. ولازم طبعا خليط الكيك بالشوكولاته يكون تقيل كده. تمام. تقيل زي ما انتم شايفين كده. شايفين تقيل ازاي؟ عشان تطلع معاكي هشه وجميله. وبعد كده هصب الخليط ده في الصينيه بتاعتي، في صينيه مقاس 22. هتقعد في الفرن معاكي من حوالي من 25 دقيقه لتلت ساعه. تمام. انتوا فرنك بقى. وبعد كده شايفين الخليط بتاعي تقيل ازاي؟ وبعد كده هصبه بقى مبطنه الصينيه بتاعتي بقى بالدقيق وشويه من السمنه او الزيت. وبعد كده بخلة الاسنان او عصايه الشيش طاووق ايه همشي فيها العصايه يمين وشمال، شمال ويمين، وهفتح يعني مش هفتح بقى، هحرك الصينيه اخبطها خبطتين تلاتة كده عشان تطلع كل الهواء وكل الفراغات اللي فيها. وعشان كمان في حاجه مهمه بقى، وعشان لما تيجي تطلعها من الفرن ما تهبطش منك، ديت حركه حلوه قوي. خبطيها زي ما انت عايز. تمام. شايفين بعد ما طلعت لونها حلو قوي ازاي؟ وطبعا بعد ما طلعت اختبرتها بقى عصا شيش طاووق طلعت نضيفه، خلاص يبقى كده هي استوت، مش معجنه ولا حاجه. وبعد كده انا بقى هقلبها على صينيه تانية عشان تبرد معايا. زي ما شايفين طلعت بصوا جميله جدا جدا وهشه وحلوه خالص، تاكل لوحدها من غير صوص ولا اي حاجه. بصوا هنا انا فضيتها بسرعه عشان خاطر كنت عايزاها تبرد، عشان كنت عايزه الاولاد تاكل منها وكده. وبعد كده فضيت عليها الخليط بتاع الصوص بتاع الشوكولاته. شايفين الصوص بعد ما سيبناه كمان يعني اتقل وجامد وبقى حلو ازاي؟ وبعد كده هرجعها في الصينيه بتاعتها تاني، وهصب عليها خليط اللي هو صوص الشوكولاته الحلو الخطير اللي احنا عاملينه مع بعض. شايفين الصوص كمان بعد ما عملناه وفضيته في الطبق او الكوبايه. سيبيه شويه في التلاجة لو عايزه، او سيبيه بره هيتقل معاك ويبقى القوام بتاعه حلو جدا جدا. شايفين يا بنات؟ مرايه. عايزه اقول لكم ان كانت حلوه جدا جدا جدا.